حبايبي وحشتوني، اختكم هناء بتمسي عليكم. بص يا حبايبي، دي صينيتنا النهارده للاكل. انت بتبقي محتاره هعمل اكل ايه، والله بقى في المطبخ ابقى ناويه اعمل حاجه الاقيني عملت حاجه تانية خالص. بس الحق يتقال، الاكل ده انا بعزه وبحترمه. طبق بدنجان بالخل بالفلفل، طبق صلصه فلفل بصلصه بس بارد عشان حبايبي بيحبوا البارد، طبق بطاطس محمره مع 3 بيضات كده كانوا باقيين من الفطار، وليه لا ممكن نستخدمهم في الغدا برضو، مع طبق بطاطس محمر بس معلهوش فلفل اسمر. هنا طبق طبعا جبنه فلاحي بالخيار بالطماطم، وطبق زيتون بيتي. بص يا حبايبي، الاكل مش شرط فرخه ولا لحمه ولا حتى سمكه، هو اكله انت ممكن عيالك يحبوها وياكلوها، وفي نفس الوقت انت تبقي مرتاحه وضميرك مش مأنبك ان هما ما اكلوش. انا بالنسبه لي الاكله دي ولادي بيحبوها. هي اكله يعني مشهيه، المفروض كل طبق جنب اي حاجه بيعتبر طبق اضافي. انا اعتبرتهم ان دي وجبه رئيسيه، كله خير ونعمه من ربنا، المهم ان احنا نقدر عليها باذن الله. حبايبي، كانت معاكم اختكم هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.